السيدة هذه كتقول بأن البنية ديالها عندها 14 عام تعرضت للاغتصاب، يعني من الاغتصاب بجميع الأنواع ديالو، لا من الأمام لا من الخلف. اليوم الابن ديالها عندها 14 عام، والسيد شحال في عمره؟ عنده 36 عام. 36 عام تقريبا. غتحكي لنا القصة كيفاش وقعات وكيفاش توصلت الأمور وشحال من عام تقريبا؟ شي 4 سنين ياك؟ ملي كانت عندها ربع. 10 سنين قالت ملي لينا. كانت عندها 10 سنين تتقرا في السادس. هاد الواقعة هادي بدوار كريز، يعني جماعة سيدي محمد المنصور إقليم القنيطرة. عاودي لنا شري باش نوقع. كانت يديها ملي كانت بقى صغيرة عندها 10 سنين. هو كيديها كيتهدد عليها وكيديها كيقول لها غنذبحك غنقتلك والديك غندير غنفعل. انا ما سايقه اخبار ما تجي ما تقول لي حتى شي حاجه ما عارفه تجي عاديه. هو كيمشي كيمارس على الجنس. كاينه قالك واحد البيت حدا المدرسه كيديها تم. هذا راه وحش ماشي بنادم. دابا واش هي شريفة قده؟ ملي عندها 10 سنين حتى وصلت 14 حتى عام. وصلت 14 عام باش غنعرف الحقيقه نهار الجمعه. كان كيدي كيفاش تعرفي الحقيقة؟ شنو وقع تعرفتي الحقيقة بأن البنية ديالك وقع لها هادشي هذا؟ نهار الجمعة كان عندنا واحد العرس عند اختي هنايا. وهي قلت لها انا بنتي انا عمشي سيري المدرسة تقراي. انا عمشي قدامك العرس مني تسالي قرايتك لحقي عليا العرس. هي ديك وصلت هذيك 3 هكاك. عيطت عليها قلت لها واش خرجتي من المدرسة؟ قالت لي راه خرجت. انا عشوية نركب وغنجي نلحق عليك العرس هنايا. هي هذيك وصلت ثاني الربعة صاونيت عليها. ما بقاش التليفون واخا كانت تصاوني ما كتجاوبنيش. وصلت 6 هكاك تنصاوني ما كتجاوبنيش. وصلت 7 غادي والوقت كيتبدل. كنا بغيت نصاوني عليها تعطلت عليا بزاف انا نعيط لباباها. قلت لي واش امي ما جات للدار؟ قال لي لا ما كايناش. خرجت نطل هنا في المركوب كانت واحد الكسيده حدا في المدرسه تم قالوا لي راه بنتك دارت كسيده مع دوك الناس اللي ضربوا داروا كسيده. مشيت كنا نمشيو لسبيطار الغابة شوية عيطنا للمولافيلانس كنعرفوه. قال لينا ما كايناش بنتكم مع هاد الناس راه بنتكم ما كاينش. بقينا كنسولوها يا عجي يا عجي صافي راح الليل. مشيت انا للدار تنسول تما تنقلبو. تا قالوا لنا الناس راه هزها واحد من الموطور. هما 2 دراري هزوها وداوها غطاو ليها وجهها بشي حاجة وهزوها بالزز غادن بيها. المهم انا عرفته هو حيت مبري عليه تنقول لي ما تقربش هي لبنتي صافي بعد منا. عرفناه هو مشيت ديك راريت بي انا وراجلي عند دارك الملاكي. خرجوا معانا عند والدي كانوا عارف الحقيقة عارفين فين كاين وعارفين مصوتن على بنتي انا وانا مفراسي حتى شي حاجه. والدي في راسهم كل شيء. هما لاباس عليهم كيطغاو عليا انا حيت ما عندي زعماء. انا عندي الله سبحانه وتعالى. انا عندي عاد البنت وبنت صغيره. انا كنطالب جلاله الملك وسي الحموشي وسي الادريسي داك لاجودان جلول يوقفوا معايا. وانا كنطالب الجمعيات كلشي توقفوا معايا لهاد الوحش اللي تكرفصي على بنتي.